النهارده بقى هنعمل مع بعض البسبوسة الشرقية، طريقة كده تحفة بجد. هتطلع معاكي أفخم بسبوسة ممكن تعمليها زي أفخم المحلات كمان. وهقولك على بعض المقادير بالجرام وبالكوب علشان تطلع معاكي مظبوطة مرملة جدا، تسوية مظبوطة. وكمان هقولك على مقادير السيرب، وهنتكلم على بعض التريكات اللي تخلي البسبوسة بتاعتك أحلى من المحلات بمراحل. الكل بجد هيسأل على طريقتها لما يدوقوها. لايك بقى وشير، وما تبخلوش علينا بكلمة حلوة من عندكم، وتعملوا اشتراك لهبة تي في. يلا بينا. اول حاجة انا هشتغل هنا بكيلو من دقيق السومولينا اللي هو دقيق السميد. فطبعا المقدار ده الكيلو، لو هتعملي نص كيلو فالمقدار انا هكتبه لكم كله في صندوق الوصف للكيلو والمقادير النص كيلو. اول حاجة عندي كوبين من اللبن. كوبين اللبن دول لو بالجرام هيبقى حوالي 400 جرام من اللبن، يعني كوبين من الشوب اللي انتوا شايفينه ده. وكمان عندنا 300 جرام سكر، ما يعادل بكوب ونص من السكر الابيض. طبعا لو حابه ان انت تبدلي اللبن بزبادي فهتحطي حوالي 5 علب من الزبادي الحجم الصغير. تمام جدا. هنقدر بقى ان احنا نحط الزبده بتاعتنا، والزبده هنا اي نوع زبده انت حباها، فلكن طبعا الزبده هنا لازم تكون بالجرام. عندنا هنا لكل كيلو من دي التوميلينا هياخد 225 جرام سمنه، يعني ما يعادل كده بكوب وربع من الزبده. بعد كده هنرفع الخليط على النار نقلبه تماما لحد ما نتاكد ان السكر اللي موجود داب تماما. بعد كده ضفنا معلقه كبيره من الطحينه، ما يعادل كده 50 جرام من الطحينه، ونقلبه. بعد كده هنكون مجهزين 100 جرام من العسل الابيض، ما يعادل بمعلقتين كبار من العسل. طبعا لو مش متوفر عسل نقدر ان احنا نحط طبعا عسل كلوكوز. نركنه بقى على جنب لحد ما يبرد تماما. وبعد كده نجيب الدقيق بتاعنا هنا انا بحب الحبه اللي هي ايه، الخشنه شويه. انا عندي هنا كيلو من الدقيق ما يعادل كده ب6 اكواب شوب كبيره. يعني كيلو الدقيق يبقى 6 اكواب شوب كبيره اللي هي اكواب الميه. ضفنا عليهم معلقه صغيره من البيكنج باودر، مش معلقه كبيره، لا معلقه صغيره. عليها كمان كده ذره من الملح. قلبي بقى كويس جدا. وبعد كده هنجيب الخليط بعد ما برد تماما زي ما انتم شايفين، ونبدا بقى ان احنا ننزل بكوب كوب كده. انا مش هنزل بالكوب مره واحده. وفي المرحله دي بقى ان احنا نكون مجهزين الفرن بتاعنا ومولعينه لحد ما نخلص البسبوسه بتاعتنا. نزلنا بقى بكوب كوب كده لحد ما بدات العجينه او الحبيبات اللي هي بتاعه الدقيق اختفت تماما. وخلصنا بقى كل المقدار بقى، والمقدار ما شاء الله كيلو دقيق اخد كل المقدار اللي احنا عاملينه هنا. لو ما اخدش منك كل المقدار وحسيت ان هي طريه ولسه فاضل معاكي سايل، يعني مقدار سايل، فما تضيفوش، لان هنا نوعيه الدقيق بتختلف عن التانية. خلصنا كده البسبوسه، جهزنا بقى الصينيه بطناها بزبده حلوه، وبدانا ان احنا ننزل بالخليط. اهم حاجه ان احنا بقى نشتغل بايدينا، ونبدا ان احنا نفرش العجينه بتاعتنا ونسويها بايدينا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. دي نقطه مهمه جدا علشان تبقى الصينيه كده متساويه وقد بعضها. انا بحب هنا اقطع البسبوسه بتاعتي بالسكينه وهي طريه، يعني بعمل لها كده الخرط بتاعتها وهي طريه، بتطلع معاكي حلوه جدا، بتسهل عليكي ان انت لما بتخرجيها بتبقى معاكي ايه، جاهزه للتقطيع. بعد ما قطعتها بقى هتقدري ان انت تزينيها باي نوع مكسرات موجوده عندك. انا هنا زينتها بعين جمل يكون ني كده. وبدات بقى ان انا ادخلها الفرن هتاخد في الفرن ما بين 15 ل 20 دقيقه. يعني تسويه البسبوسه الصح هي ما بين 15 و20 دقيقه على حسب طبعا نوع الفرن اللي موجود عندك. لكن اكتر من كده هتبقى تاخد لون اغمق، لكن احنا مش حابين البسبوسه بتاعتنا يبقى لون غامق معاها، لا احنا عايزينه اللي هي بتبقى زي اللي احنا بنجيبه من المحلات. فحطيناه في الفرن وهنبدا بقى نعمل السيرب بتاعنا. السيرب البسبوسه ما بين التقيل والخفيف، ما بيبقاش تقيل قوي ولا خفيف قوي، بيبقى دايما في الوسط. فاحنا بنجهز هنا 3 اكواب من السكر، حبيبات السكر البيضه. عندنا كمان كوبين 2 من الميه، وشريحه من الليمون. ده كل مقدار سيرب البسبوسه اللي معانا. طبعا انا ده للكيلو من البسبوسه، لكن انا هحط لكم سيرب نص كيلو بسبوسه برده في صندوق الوصف. واللي حابب ان هو يعمل الكيلو او النص كيلو هيوفر عليه كتير. سيبناها على النار قد ايه؟ سيبناها على النار بتاخد ما بين 5 دقايق ل7 دقايق. اول ما تبدا تغلي كده هنبدا نسيبها كمان دقيقتين 2، وكده تبقى ال7 دقايق بتاعنا خلصوا مع السيرب. ونطفي عليها، نحط عليها باكت من الفانيليا، ونركنها على جنب لحد ما البسبوسه بتاعتنا تخرج. اول ما البسبوسه بتخرج من الفرن بيبقى قوام السيرب بالشكل اللي انتم شايفينه ده.
كده اخدت لون حلو جدا. لو ملاحظين ان الجوانب هنا فصلت، بمجرد ما الجوانب تفصل وتبقى متماسكه اعرفي ان البسبوسه بتاعتك ناجحه 100%. اول ما بتخرج بننزل عليها بالسيرب زي ما انتم شايفين كده ونوزعه، ونغطيها بقى في فوطه نظيفه، نغطيها بورق من السلوفان، اي حاجه تقدري ان انت تغطيها، وتسيبيها كمان 10 دقايق. هم ملاحظين ان بعد ال10 دقايق كده تحسي ان يعني ايه الشكل بتاعها كده بيزيد من السيرب، وشكلها كمان بيفتح، وبيبقى الطعم بتاعها. ولما بتيجي بتقطعيها يا دوبك ان انت بتعيدي على التقطيع اللي احنا كنا مقطعينه، عشان كده بقول لك قطعيها وهي نيه، ولما بتخرج يا دوبك بتمشي عليها فهي بتتقطع معاكي بكل سهوله بدل ما تفرول منك. خرجي بقى البسبوسه وقدميها للاولاد او لضيوفك، بجد احلى طريقه، احلى طريقه معتمده تقدري ان انت تعملي بيها البسبوسه في طبعا مناسبات حلوه عندك، ضيوف جايه عندك، تقدري ان انت تعمليها بكل ثقه. كل اللي هيذوقها ويجربها بجد هياخد طريقتها منك. واتمنى بقى ان انتوا ما تبخلوش عليا وما تبخلوش علينا باللايك والشير والاشتراك لهبه تي في. وبتمنى ان انتوا كمان تتابعوني على كل منصاتي. اشوفكم بقى في حلقه جديده وفيديو جديد. باي باي.